النهارده مسافرين عشان نوريكم مصنع كاوتش من الداخل، ازاي الكاوتش بيتصنع. ومسافرين بالقطر، مش عايز اقول لك ان دي محطة قطر، حاجة منظرها يبهرك من اول لحظة. هننزل تحت، طبعا كل ده فوق الارض، هننزل تحت دلوقتي. زي ما وعدناكم هنجيب لكم كل اسرار الكاوتش. النهارده متوجهين للمصانع بقى بعد المعرض عشان نوريكم احدث التكنولوجيا. تمام، مسافرين بنسافر مسافات كبيرة جدا عشان نقول لك معلومة ممكن في دقيقة واحدة بس اوصلها لك. يلا بينا ان شاء الله بقية الفيديو من المصنع. وده المنظر اللي بتشوفه وانت راكب القطر، مناظر جميلة جدا، وحتى الريف منظره تحفة يجنن يا جماعة اقسم بالله. وده سرعة القطر، مش عايز اقول لك القطر دايما فوق ال 300، ثبات رهيب. القطر شكله شيك جدا من جوه، تحس نفسك جوه طيارة. تخيل المنظر، كاميرات مراقبة في كل حتة، الناس ملتزمة، كل شيء يبهرك. كده وصلنا المطار. طبعا المصنع بعت لنا عربية ليموزين، قمة الانضباط. وصلنا بالدقيقة، هم واصلين قبلينا بدقايق، كل شيء عندهم مدروس. كده وصلنا المصنع. اللي لفت نظري هتلاقي الناس دايما ماشيين طوابير ورا بعض كده، دايما هتلاقي موظفين عمال بيمشوا طوابير، في انضباط عالي جدا. وكده دخلنا المصنع واخدنا جولة في كل اجزاء المصنع. طبعا انا ما بسيبش حاجة في حالها، عايز اعرف كل حاجة منين وازاي وليه ونوع المطاط، واخد عينات. متابعة للصفحة عشان الأيام اللي جاية هتشوف حاجات في عالم الكاوتش أول مرة تشوفها مع عماد جاد للإطارات. استنونا في كل جديد.